طيب. نواف، أول شيء ألف مبروك على الفوز، والنتيجة كانت مرة كبيرة ضد فريق مرة كان كبير. المباراة كانت أقوى بكثير من المباريات اللي شفناها. عطنا تعليقك. الله يبارك فيك. والله مجهود الأخوان ما قصروا كلهم، هو اللي خلانا نوصل لهذا المستوى، والحمد لله قدمنا مستوى كويس وفزنا بنتيجة كبيرة ضد فريق قوي ما قصر والله. طيب، سمعنا انكم لعبتوا على انه الفريق اللي قدامك قاعد يلعب فاتح لك اللعب بالاصح، وانت كنت تلعب مدافع في البدايه، ثم استغليت الهجمات المرتده. هل كل ال6 أهداف كانت هجمات مرتده ولا؟ اصحح لك، بس 4 أهداف كانت. ايوه، بس ما كانت مباراة تكفيره، ولعبنا على اخطاء فريق وما كانت اخطائهم انهم معطينا مساحات. لعبنا الصح وقدرنا نجيب النتيجه. الشباب لعبوا بدقه وتركيز، تمريرات بدون اخطاء، قدرنا نوصل بالنتيجه هذه. طيب، ايش تقولون للناس اللي يتوقعون انكم انتم الحصان السباق في هذه المباراه؟ الناس كلهم يعني يقولون فريقهم هم وهي والبطوله واحد، فريقكم البطوله واحد، ايش تقولون؟ والله الله يسمع منك، خذها منك الاسم ان شاء الله، لكن واحد ما يجي يفكر انه خلاص فاز اليوم ضمان بطوله. هذا اللي صار مع الفريق اللي قبل، فاز 10-0، دخل واثق انهزم. عشان كذا لازم نمشي. فزنا اليوم خلاص، اليوم راح. الاسبوع الجاي ان شاء الله المباراه الثانيه وننسى نتيجه اليوم وننسى فوز اليوم. احنا الحين تعدينا يعني زي ما نقول 80% متاهلين الحمد لله، لكن لازم نكون المركز الاول، لانك شايف انت الحين فريقين المتاهلين رسمي الحين، اللي هم فريق الكويتيين والفريق اللي قبل شوي فاز. عشان كذا لازم نلعب على تكتيك ونلعب اقل مجهود. نواف، المباراة القادمة هي صعبة عليكم، ايش مستعدين لها ولا؟ والله ما قدر الفريق الثاني، بس احنا ضامنين تأهل، نلعب بأقل مجهود. ان شاء الله نجيب 3 نقاط ونجيب 9 نقاط ان شاء الله. موفق، فالكم التوفيق حبيبي. شكرا لك.